ارتفاع عدد الإصابات وعن حالة الفنانة إلهام شاهين وأسباب الحريق الهائل اللي حصل في مدينة الإنتاج الإعلامي. إليكم التقرير التالي، ويشرفني انضمامكم للقناة. نشب حريق في مدينة الإنتاج الإعلامي أمس الاثنين، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، حيث نشب الحريق داخل لوكيشن أحد الأعمال الفنية اللي بيتم تصويرها. وعن الحريق تحدث المنتج شريف مندور عن تفاصيل الواقعة، وقال بعد ما انتهينا من ديكور فيلمنا الجديد الحب كله إخراج خالد الحجر، وبعد فرش ديكور الشقق واستكمال ديكورات الحارة، نشب حريق بالحي الشعبي في مدينة الإنتاج الإعلامي، والحمد لله على كل شيء. وأيضا قال أحمد القصاص مونتير فيلم الحب كله، اتكلم برضو عن تفاصيل خاصة بالحريق اللي نشب في ديكوره بالفيلم وبالحي الشعبي مدينة الإنتاج الإعلامي، وقال ديكور الفيلم بتاعنا كله ولع النار أكلت الحي الشعبي وانتقلت للإسلامي. وقالت الفنانة إلهام شاهين إنها حزينة بسبب ضياع المجهود المبذول، مؤكدة إنها كانت هتقوم بتصوير الفيلم بداية من الغد بعد ما تم الانتهاء من كل التفاصيل. وقالت ديكورات الفيلم كلها اتحرقت وبقيت على الأرض، وفلوس المنتج والمجهود المبذول كله راح. ودلت تحريات رجال مباحث الجيزة على أن السبب وراء اندلاع حريق داخل الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي هو ماس كهربائي بأحد السلوك الكهربائية الموجودة في أماكن التصوير. وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة النيران دون حدوث أي إصابات. وبمناقشة مشرف مناطق التصوير خلال التحقيقات وفرد أمن بالمدينة، أفاد بمشاهدتهم انبعاث أدخنة من أحد الأسلاك الكهربائية بأرضية سطح منزل بمنطقة التصوير الخارجي، منطقة يعني مقام عليها نموذج ديكور للحي الشعبي. وامتدت النيران لباقي أجزاء الديكور المجاورة بمنطقة التصوير، نتج عنها احتراق الديكور محل البلاغ. وبسؤال مسؤول مناطق التصوير الخارجي أيد ما جاء في أقوالهما. وارتفعت حصيلة مصابي حريق ديكور الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي ل7 حالات، بينهم 4 مدنيين و3 شرطيين. وأضاف مصدر في تصريحات لمصراوي أن مدير أمن الجيزة بيتابع تطورات الحريق، موجها مساعدته للحماية المدنية بسرعة السيطرة على النيران مع توالي التعزيزات بنحو 10 سيارات إطفاء. ويا رب نرجو منك السلامة للجميع، مع تمنياتي للمصابين بالشفاء العاجل، والحمد لله على كل شيء. أشكركم حبايبي على حسن المتابعة، وربنا يحفظكم جميعا. مع السلامة.